في إطار الاحتفال بمرور 90 عاما على ثورة 19 التي بدأت مع اعتقال الزعيم سعد زغلول ورفاقه من قبل الاحتلال الإنجليزي، يقيم حزب الوفد احتفالات على مدار هذا العام في كل محافظات مصر، يعبر من خلالها عن برنامجه الانتخابي لينال توافقا عاما قبل عرضه على مؤتمره السنوي في شهر نوفمبر المقبل. احتفال حزب الوفد بثورة 19 كما درج التعريف بها بدأ بمؤتمر صحفي لرئيس الحزب الدكتور محمود أباظة الذي استلهم من الثورة قوتها في مسيرة الملحمة الوطنية المصرية. ثورة 19 رسمت مجرى الحركة الوطنية المصرية وحددت ثوابتها. وتظل ثوابت الثورة في مضمونها راسخة رغم تغير الظروف من حولها. أهم هذه الثوابت الدستور، الوحدة الوطنية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية. نحتاج لثوابت ثورة 19 لكي نحسم بيها بعض المسائل الغائمة. يعني أقول لك مثلا حاجة، فكرة العدالة الاجتماعية. فكرة العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم بدون ما يكون هناك سياسة واضحة للدولة، بيكون هناك مرافق عامة. ويتفق الجميع على أن ثورة 19 صفحة ناصعة في تاريخ مصر، فلم تقف عند الوفديين فقط، إذن هي ثورة كل الأمة. خلال هذه الرحلة الطويلة هناك صفحات ناصعة بديعة، وأعتقد أن ثورة 19 صفحة رائعة وملحمة سطرها الشعب المصري يجب أن نفخر بها، لأن روح ثورة 19 كانت أرست قواعد الوحدة الوطنية. وقد وجدها رئيس الحزب فرصة لعرض برنامج الحزب المستمد من الثوابت والذي سيناقش على مستوى القاعدة في المحافظات حتى يلقى توافقا عاما. سنتحرك في كل أرجاء مصر. ليه؟ علشان نقدم جزء من رؤيتنا، وعلشان نسمع للشعب ليشارك في صناعة هذه الرؤية، حتى نصل في النهاية عندما نطرح الرؤية في نهاية العام إلى توافق مصري كامل وشعبي على هذه الرؤية. لم تكن ثورة 19 مقتصرة على حزب بعينه، بل كانت ثورة أمة بأكملها التفت حول رموز الوفد، منها تطالب بالدستور والاستقلال. واحتفال حزب الوفد اليوم يستلهم من الماضي قوة لإنجاز مشروعات الحاضر والمستقبل الوطنية. أعضاء حزب الوفد الذين اعتبروا هذا العام مخصص للاحتفال بثورة 19 ذهبوا إلى ضريح سعد وسط القاهرة، فوضعوا أكاليل الزهور وقرأوا الفاتحة ترحما. رأفت الفقي، التلفزيون.